تشكيله احسن لعيبه بتلعب بالرجل الشمال ضد تشكيله احسن لعيبه بتلعب بالرجل اليمين، مين يكسب؟ يلا نبنيهم ونشوف. في حراسه المرمى للفريق اليمين، الراجل اللي معنى كلمه الثبات والاستمراريه، احسن حارس في التاريخ برايي مانويل نوير. وقصاده لفرقه الشول الحارس اللي عنده اعلى برايم لاي حارس في التاريخ، الراجل ده لو في يومه مش هتسجل لو عملت ايه، تيبو كورتوا. رباعي الدفاع لفرقه اليمين مرعب. اول لاعب في الباك يمين عندنا المكنه اللي ما بتبطلش جري 90 دقيقه كافو، وجنبه في قلب الدفاع 2 قاده، اول واحد فيهم كسب كل حاجه ممكنه سيرجيو راموس، وجنبه قلب دفاع الراجل اللي كسب كاس العالم كلاعب وكمدرب، والراجل اللي شهر دور الليبرو في التاريخ فرانز بيكنباور. اما الباك شمال طبعا هنختار احسن مدافع في تاريخ الكوره باولو مالديني. ايوه باولو مالديني ما كانش اشول، كان ايمن. اما عندنا فرقه الشول الباك شمال مليان اختيارات، ولكن انا برايي هو دايما وابدا روبرتو كارلوس. الاثنين قلب الدفاع اللي جنبه اول واحد فيهم دانيال باساريلا، اللاعب الارجنتيني الوحيد اللي كسب كاس العالم مرتين. وبعدين ما ينفعش يبقى عندك دفاع عالمي من غير ما تحط لاعب ايطالي طبعا، جيورجيو كيليني. وفي الباك يمين ما عندناش اختيارات كتير قوي، اللعيبه بتعرف تلعب برجل معكوسه، يعني فرقه اليمين كان عندهم مالديني، زانيتي، فاتشيتي، كلهم يعرفوا يلعبوا في الباك شمال، ولكن الفرقه دي فيها مشكله. اللاعب الوحيد اللي اعرفه اللي كان بيلعب برجله اليمين حلو قوي كان اندرياس بريمي، اللاعب الالماني اللي كسب كاس العالم مع المانيا في 90. ولكن احنا هنختار اختيار دفاعي حتى لو هيلعب برجله الشمال معكوسه، هنختار اشلي كول. نص الملعب لفرقه اليمين عندك اتنين لعيبه مركزيه، اصعب اتنين لعيبه في تاريخ الكره تاخد منهم الكوره، انيستا ولوكا مودريتش. قدامهم الراجل اللي معنى كلمه الاناقه في كره القدم، الراجل اللي عنده كل حاجه من الرؤيه للمسه ويغير لك اي ماتش في اي ثانيه، زين الدين زيدان. اما فرقه الشول اول لاعب مركزي عندهم لاعب اللي عنده قدم يسرى صاروخ، بيشوط كوره من اي حته في الملعب بتخش، ولكن كان حريف حرفنه مش طبيعيه عشان كان برازيلي وعنده السامبا. الراجل اللي اخترع حركه الالاستيكو اللي كان بيعملها رونالدينيو ورونالدو وكل من جه بعده، ريفيلينو. وجنبه عايزين لاعب دفاعي شويه عشان بقيه الفرقه لما تشوفوها كلها هجوم. الاختيار بالنسبه لي كان بين ريدوندو ومانويل بيتيت، ولكن هنختار ريدوندو عشان ريدوندو كان متكامل اكتر شويه، بيعرف يلعب على الكوره احسن، باصاته احسن، عنده رؤيه احسن. هناخد ريدوندو. وقدامهم صانع الالعاب من امتع اللعيبه في التاريخ، الراجل اللي بالنسبه لي الشهر النمره 10 ولابس التيشيرت بتاعته النهارده، دييجو ارماندو مارادونا. طبعا هنضحي بلعيبه كتير قوي زي بوبي تشارلتون، حاجي، ديفيد سيلفا، اوزيل، عثمان ديمبélé، بس يعني كل ده ايه جنب مارادونا. ثلاثي الهجوم لفرقه اليمين ثلاث لعيبه، الثلاثه بيتقال عليهم كلهم ان هم احسن لعيبه في التاريخ. عندنا في الكام هنلعب النهارده اللاعب الاسطوره اللي كسبان 3 كاس عالم بيليه، وقدامه 2 وسط حرب عندهم نفس الاسم، رونالدو كريستيانو رونالدو الدون سوي، ورونالدو نازاريو الفينومينو، احسن لاعب في التاريخ برايي. اما قصادهم لفرقه الشول اللاعب اللي في الجناح اليمين لا يحتاج مقدمه، اللاعب اللي ممكن ينافس هجوم فرقه اليمين لوحده، ليونيل ميسي. وقدامه كراس حربه اللاعب اللي عنده خامس اكتر عدد اهداف في تاريخ الكوره، فيرنك بوشكاش. وعلى الجناح الشمال كان عندنا اختيار من 3، كان عندنا جارث بيل، جيجز، وستويتشكوف. انا برايي نختار ستويتشكوف النهارده عشان ده كان اكتر لاعب شرس وخطر وهيعمل قلق للدفاع 90 دقيقه، حريف شويط قوي. وستويتشكوف قدر يقود منتخب بلغاريا لنص نهائي كاس عالم ب6 اهداف في 94. دكتين الفرقتين يعني عالمين، دكه الفرقه اليمين ممكن تحط فيها اي حد في التاريخ، النهارده هنختار الخمسه دول، ماركو فان باستن، ميشيل بلاتيني، رونالدينيو، جيرد مولر، وعشان نزود حد في نص الملعب باتريك فيرا. اما الفرقه اليسار هنحط محمد صلاح، اريان روبن، سير بوبي تشارلتون، مارسيلو عشان يبقى عندنا في الدفاع برضه احتياط، واخر لاعب في نص الملعب جيورجي حاجي. اللاعب الوحيد اللي مش هندخله النهارده هو يوهان كرويف عشان ما حدش في العالم عارف هو كان ايمن ولا اشول، هتلاقي كل المقالات بتقول لك ايمن واشول وكان بيلعب حلو قوي بالاثنين. وفي المدربين لفرقه اليمين هنختار كارلو انشيلوتي، والفرقه الشمال يا جماعه انا اتعذبت عشان اعرف الاقي اي مدرب اشول، هنختار النهارده فرانك ديبور عشان هو احسن واحد لقيته من كل الاختيارات اللي قدامنا، كان بينه وبين جوفاني فان برونكورست وسولاري، وانا بالنسبه لي اخد فرانك ديبور. وطبعا كالعاده عملنا سيميوليشن على الماتش عشان نشوف انهي فريق يكسب، والنتيجه طلعت 3-1 لفريق اليمين. زي ما انتم شايفين فريق الشول بدأ بداية أقوى، سجل هدف في الدقيقة 11 1-2 بين ميسي ومارادونا وراحوا مسجلين على طول، ولكن فريق اليمين استحوذ على الكورة بعديها، نص الملعب مسك، دفاعهم كان أقوى طول الماتش وقدروا يجيبوا 3 أهداف في المباراة ويستغلوا نقط ضعف اللي في فريق الشول. كافو روبرتو كارلوس كانوا عاملين مشاكل طول المباراة، وأعلى 2 ريتنجز في فريق اليمين كان بين زيدان ولوكا مودريتش، وفي الناحية الثانية الثلاثي بتاع ميسي مارادونا وبوشكاش كلهم كانوا عاملين ريتنجز فوق 8.5 من 10، ولكن ما قدروش يشيلوا الفريق بسبب مشاكل الضعف اللي في نص الملعب والدفاع مقارنه بفريق اليمين. يا جماعه انا جربت اعمل سيميليشن 10 مرات عشان اشوف فريق اليمين كسب 7 مرات، فريق الشول كسب 2 وتعادلوا مره. وبس هي دي التشكيلات لتحدي النهارده. قولوا لي انتوا عايزين تشوفوا التحدي ايه الجاي، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.